السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله كده هنعمل مع بعض الرقاق الناشف بطريقة جميلة زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. وهنعمله كمان اقتصادي جدا، طبعا بديل اللحمة المفرومة. خليكم معانا كده ومتسمي الله وهنصلي على الرسول وهنخش مع بعض كده على الطريقة على طول. طبعا هنا كنت بوريكم معايا البهارات، ومعايا بالظبط كده ده كيلو الا ربع من القوانص. طبعا شلت منه كل الدهون، بقى طبعا يعتبر نص كيلو من القوانص. ودي جزرية مبشورة وطماطماية وقرن فلفل، طبعا حار بارد على حسب رغبتك، والبصل. طبعا البهارات فلفل واسمر، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمة، وطبعا معلقة من السبع بهارات والملح. هشتغل كده معايا على الكبة. قبل اي حاجة ما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. طبعا بحبكم في الله جدا يا احلى اخوات في الدنيا. هنا جبت الكبة، طبعا ما عندناش كبة، هنشتغل على المطحنة بتاعة الخلاط. طبعا كنت بشتغل عليها زمان قبل ما يبقى عندي الكبة بصراحة. عايزه اقول لكم ان طبعا اللحمه غاليه، واحنا يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الغلا يا رب، ويرفع عنا الغلاء والبلاء والابتلاء يا رب، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. فطبعا لازم نعمل حاجات اقتصاديه واكل. انا بحاول على قد ما اقدر اعمل لكم حاجات اقتصاديه وبديل ايه اللحمه. طبعا اللحمه غاليه جدا، والقوانص طبعا بقت غاليه، بس بصراحه مش غاليه زي اللحمه. طبعا جبت كيلو الا ربع زي ما قلت لكم. طبعا دلوقتي القوانص الكيلو منها بقى بسم الله ما شاء الله ب75 جنيه. خلاص 75 جنيه الكيلو. جبت كيلو الا ربع وعينت منه الدهون كلها، ما خليتش فيه دهون زي ما انتم شايفينه كده، وغسلته غسله كويسه جدا. وطبعا عملت معاكم الكفته بالقوانص وكانت في منتهى الجمال. طبعا فرمت هنا زي ما شفتوا كده. انا عايزه ايه البصل يبقى مفروم فرم ناعم، بصراحه ما اكدبش عليكم كان دراعي تعبني جدا، ما كنتش قادره ان انا اخرط حتى بصل. ففرمته في الكبة بالشكل ده. بنكتر البصل. بصل زي ما قلت مغذي ومفيد، وفي نفس الوقت بيزود معانا يعني ما شاء الله يعني بيخلي الحاجة كتير معانا. يعني لو هتعملي نص كيلو هتلاقي ما شاء الله بقى معاكي كيلو ونص من المفروم اللي انت هتعمليه، بسبب ان احنا بنكتر البصل في العصاج. هنا نزلت بالقوانص زي ما شفتوا كده، هفرمها في الكبة. هفرمها زي اللحمة بالظبط، هتشوفوها معايا. عايزه اقول لكم ما شاء الله. طبعا بصراحه الكبه اللهم بارك، يعني ربنا يدي كل اللي نفسه في حاجه يجيبها يا رب. وطبعا كل سنه وكل ام طيبه، طبعا بمناسبه عيد الام، ويرحم امهات المسلمين يا رب العالمين. وزي ما انتم شايفين كده فرمتها زي ما شفتوا كده خالص، خليتها ناعمه خالص. طبعا بنغسلها وبنصفيها من الميه تماما عشان تتفرم معايا وتبقى زي اللحمه بالظبط. دي بديل اللحمه. هحط كده على النار، حطيتها كده على البوتاجاز الطاسه بالبصل اللي فرمناه، وحطيت معلقه من الزبده وشويه زيت. هنقلب البصل شويه الاول. عايزه اقول لكم وحطيت قرن فلفل، ده قرن فلفل حلو، ولو انت عايزه تحطي حاره تحطي على حسب رغبتك. بصراحه بيدي طعم ويدي ريحه حلوه كده في العصاج، وبيخليه جميل بصراحه. عايزه اقول لك ان انت ممكن تعملي يعني انا بصراحه القوانص عملت بيها حاجات كتير جدا. عملنا بيها برجر، وعملنا بيها كفتة اللي هي كفتة الرز بالقوانص. وبصراحة بعمل بيها رقاق، وبعمل كمان بعمل بيها حاجات بديل. عايزة اقول لكم فرقيها ما بين دي ودي، وحاطة في ما حدش يقول لي لا في طعمها، والله ما بتبان في الطعم ولا في اي حاجة خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده. نزلت هنا بالجزرايه، دي جزريه مبشوره كده، عايزه يعني ما شاء الله برضو بتخلي العصاج مسكر وجميل جدا، ولونه بيبقى حلو قوي. حلو. دي جزرية ما كانتش كبيره بصراحه، كانت جزريه وسط. حطيت هنا بقى التوابل زي ما قلت لكم، بهارات لحمه وسبع بهارات، ومعلقه من البابريكا وتوم باودر وبصل باودر، ومعلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه ملح. حطيت كده طبعا البهارات اللي عندك هتضيفيها. هقلب كده العصاج. بصوا ابتدت يعني كأنها بالظبط لحمة مفرومة، مش بصراحة مش خالص مش قوانص. حطيت هنا بقى دي طماطمية كده مقطعة قطع صغيرة كده، ونزلت بيها برضو ايه على العصاج، عشان طبعا دي قوانص عايزينها تستوي وتشرب من كل الحاجات دي، هتبقى منتهى الجمال. ده الرقاق اللي انا عملته معاكم على عين البوتاجاز. طبعا وعدتكم ان انا هعمله صينية، وجه الوقت ان انا هعمله عشان اوريهولكم ان هو كان في منتهى الجمال. جبت صينيه كده ما شاء الله اللي انا عامله على حجمها الرقاق، ودهنتها ايه بالسمنه كده.
طبعا مساحة السمنة عشان تسهل عليا. ودي ايه، تعتبر يعني ايه زي ما بيقولوا يعني ايه الشوربة الكدابة. يعني انا عملت ما عنديش شوربة، عملت شوية مية وحطينا فيهم شوية توابل عشان طبعا تخلي ايه الرقاق طعمه حلو كده وريحته حلوة معانا. هبل الرقاق بالشكل ده، بغليها على النار وبعد كده بنزلها وبنبل الرقاق زي ما شفتوا بالشكل ده. بصوا الرقاق اللهم بارك في منتهى الجمال، عايزه اقول لكم جميل جدا. دهنت كده بالرقاقه بالسمنه كده، كل ما بين واحده وواحده هندهنها ببلها كده، شايفين ولا بيتكسر معايا ولا بيبوش في الميه ولا بيتفتفت ولا اي حاجه، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. عندكم طبعا فيديو رائع، هخشوا واتفرجوا عليه واعملوا نفس الطريقه ان شاء الله يطلع معاكم زي ما انتم شايفين. طبعا كل حاجه غاليه زي ما قلنا. كيلو الوقت الرقاق انا معرفش بكام بصراحه لان انا ما بشتريهوش. بس يعني طبعا اكيد مع الغلو الاسعار اكيد هو رخر برضو غالي. فبنص كيلو زي ما انتم شايفين اهو بسم الله ما شاء الله عملنا كميه. عايزه اقول لكم ان عيالي كمان خدوا منه وعملوا منه، يعني بيحبوه بصراحه كده، بيكسروه ويحطوا عليه حليب وياكلوه كده بالحليب كده، بيبقى حلو قوي بصراحه زي كانها ام علي بالظبط. جميل جدا. بحط زي ما انتم شايفين ما بين الرقاقه والرقاقه كده بندهن بالسمنه عشان يبقى مورق معانا ويبقى طعمه حلو في نفس الوقت. ما شاء الله اتكسر معايا ولا بايش ولا اي حاجه، في منتهى الجمال. طبعا حطيت من تحت صراحه 4 رقات ونزلت كده بنص العصاج اللي احنا ايه عصجناه مع بعض. بصوا كميه قد ايه اللي عملها النص كيلو اونص عملت معايا قد ايه. قلت لكم ان انا جايبه كيلو الا ربع، ويشهد ربي على اللي بقوله والله بكلمكم بصراحه وبامانه. بس طبعا نضفته وعنت منه الدهون كلها، تخلصت منها خالص عشان ما تخليش العصاج واحنا بنفرمه يبقى ميه كده معايا، عشان تبقى زي اللحمه المفرومه بالظبط. حطيت النصها كده وعينت النص التاني هعمل بيه بصراحة حاجة تانية. ونفس ما عملنا في الخطوة الأولانية هنعمل في الخطوة التانية، يعني ما بين كل رقاقة هبلها وما بين كل رقاقة ورقاقة بندهن كده سمنة. طبعا هنا كنت مشغلة الفرن من تحت على حرارة 180 وهخرطها لازم زي ما قلت لكم. هنا جلاش قطعه قبل ما بيخرج الفرن، قطعه كده حامية كده، تمسكي ما بين ايدك كده من هنا ومن هنا وبتقطعي بالشكل ده. هيطلع معاكي طبعا التقطيع اللي انت عايزاه، تكبري هتصغري زي ما قلت حاجه في ايديكي، بس هيسهل عليكي بعد كده وانت بتيجي بعد ما يستوي بيبقى بصراحه سهل جدا، يعني بتطلعيه بكل سهوله اهو. طبعا دهنت كمان وشها كده تاني عشان تطلع معايا كده بتلمع وشكلها حلو وتدينا اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه زي ما شفتوا في اول الفيديو كده بالظبط. بصوا اللهم بارك. حطيتها في الرف اللي في النص على حرارة 180، واول ما استوت معايا شغلت الشوايه عليها، اديتها وش كده زي ما انتم شايفين، اديتها لون كده الذهبي الجميل ده. طلعت معايا طبعا بردت، هنقطعها مع بعض. طبعا حابه تحطي بيضه على الوش، حابه تحطي حليب هتكسري بيضه وتحطي عليها رشه صغيره من الفلفل الاسمر وشويه من الحليب ومعلقه زبده صغيره وتروحي رشام على وش الجلاش وهو في الفرن بعد ما تحطيه بالظبط ب5 دقايق. بصوا عامله ازاي جميله جدا وريحتها كانت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة اقتصادية، حاجة سهلة، حاجة سريعة، حاجة في منتهى الجمال. كل حاجة عملناها زي ما شفتوا معاكم، الرقاق عملناه معاكم وهو عجين وناشف وخبزناه على عين البوتاجاز. والنهارده عملناه اقتصادي جدا جدا بنص كيلو من القوانص. عملنا بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وطبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. وبحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. ويا رب كده يعود عليكم بالخير اجمعين يا رب. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال، حاجة اقتصادية. رمضان جاي يعني ما شاء الله عايز اكلات وعايز حاجات، فبنحاول ان احنا نعمل حاجات اقتصادية يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا كنت خلصت الفيديو ودي بصوا المفاض معايا نص المفروم، ان شاء الله برضو هعمل بيه حاجة تانية، يعني حاجة موفرة جدا. بتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله. الوصفة